السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. زي ما انتوا عارفين احنا في موسم التين، وخلاص بقى التين ولا زي ما انتوا شايفين. فقلنا لازم بقى نستغل الوقت ده ونعمل احلى مربى تين بيتي. مش هتعرفوا تاكلوا زيها من بره ابدا، في نظافتها وفي حلاوتها وفي القوام بتاعها، وان شاء الله تبقى حلوة جدا. مكونين اتنين بس، مش هضيف عليهم اي حاجة تانية، والسر في معلقة واحدة هنضيفها مع بعض. ان شاء الله هتعجبكم جدا، وبجد بجد هتدعولي على الوصفة دي. محدش دقها وقال لي يعني ما قاليش الوصفة ازاي. فزي ما انتم شايفين احنا عندنا طبعا التين البرشومي زي ما انتم شايفين كده. فاخدته غسلته كويس، مش شرط ان انت تنقيه احمر، عادي خالص. اللون ده كله الاخضر ده هيتقلب معاكي لون في منتهى الجمال، وهيبقى تحفة جدا معاكي. فمش باللون خالص، عشان في ناس بتعتبرها باللون. اهم حاجة بتفتحيها تغسليها كويس وتنشفيه وتفتحيه كده، ولازم تفحصي كده من جوه تشوفي في اذا كان، عشان بيبقى فيه ساعات يعني حاجات مش كويسة. فلازم نفحصه التينية من جوه قبل ما نعملها. دلوقتي انا عملت التين كله اللي عندي اهو زي ما انتم شايفين. كل واحدة كده بتفتحيها وتروحي شايفاها كده، بنقسمها 4 تربع. بنشيل الجزء اللي تحت واللي فوق، وبنبدأ كده ايه، نحطوهم. وما تنقيش التينة المستوية قوي لان بيبقى طعمها متغير. كده احنا خلصنا كمية التين بتاعتنا كلها اهو. وزي ما انا قلت لكم مش شرط خالص ان احنا نجيب التينة الحمراء، لا عادي. انا كنت بعتبر كده برضو، بس لقيت لونها مش شرط يعني. بعد كده هنبدأ مع بعض كده نشوف عملنا ايه. انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا حطيت على كل كيلو نص كيلو من السكر، وكان مظبوط جدا جدا. وبيته ليلة في التلاجة، وبعد كده طلعته على النار. في ناس بتحط له نص كوباية مية والكلام من ده، بس صدقوني دي احسن، لان العسل بتاعه كله بيطلع وميته كلها بتنزل في اليوم ده. فاخدته حطيته على النار، واول ما ابتدى كده معايا لونه يفضل يعمل رغوة كده، بدأنا نشيل الرغوة واحدة واحدة، وحطيت عليها نص ليمونة. وبدأت ان انا ادورها كده زي ما انتم شايفين. وحطيت طبعا المادة الحافظة بقى بتاعتي، السر المعلقة اللي بقولكوا عليها هي معلقة عسل النحل. بتديها قوام حلو قوي من غير بقى ما تستخدمي لها جيلي وتستخدمي لها جيلاتين ولا اي حاجة. وفي نفس الوقت بيبقى مادة حافظة ليكي. بتقلبيه على النار الاول عالية، بعد كده تخليه على النار متوسطة، بيبدأ يغلي معاكي كده زي ما انتم شايفين. تبدأي تطلعي الريم واحدة واحدة اهو، وتشيليه عشان خاطر ما يأثرش على اللون بتاع التين بتاعي. وبتغطيه تاني عادي خالص. ومن وقت للتاني لازم تحركيه، وكده هو استوى لحد فيه، يعني لازم يكون مهري، استوى جامد، ما يكونش فيه حتت كده لسه ما استوتش. طبعا هنا استوى. بدأت كده اخد المفرك بتاعي عادي اللي احنا بنفركه بيه الويك عادي، عندك هاند ميكسر اي حاجة انت بتعمليها. بدأت، بس طبعا عشان خاطر الحلة دي كانت تيفال، فقلبته في حلة تانية، وبدأت ان انا افرك واحدة واحدة كده. خليته بيوريه، يعني مرضتش اخليه بيوريه، لا يعني خليت فيه قطع، علشان خاطر برضو تحس ان طعمها حلو. واحلى حاجة الحاجات لما بنلاقي فيها قطع من الفواكه كده، تحس ان انت ايه، حاسة بطعمها اكتر. فبدأنا كده ان انا افركه نص فركة، ما فركتهاش كلها، يعني اللي عايزها ناعمة عن كده يفركها اكتر. بس انا هوريكم الفرق اللي انا فركته دوت القطعة هتطلع معايا ازاي. وبصوا تقل من نفسه ازاي اهو. بنسيبها، انا مش بسيبها تبرد، انا يا دوبك بخليها بس 5 دقايق كده على الرخامة تهدى شوية، وببدأ على طول احطها اصبها عندي في البرطمانات. وقبل ما اصبها لازم معلقة عسل نحل تانية. يبقى احنا حطينا معلقتين، معلقة واحنا بنعملوها على النار عشان تديها المسكة دي، والمعلقة التانية بعد ما اترفعت من على النار. دي بقى بتديها القوام المتماسك جامد، ومتبقاش سايبة معاكي خالص.
بس وهابدأ بقى إن أنا أقلّبها تاني، وبعد كده نبدأ بقى طبعًا غاسلين البرطمانات بتاعتنا كويس بمَيّة سخنة ومعقّمينها وحاطينها طبعًا تنشف خالص، بابدأ بعد كده إن أنا أنزل بالمقدار بتاعي في البرطمانات. دي البرطمانات بتاعتي أهي، زي ما أنتم شايفين نضيفة جدًا وما فيهاش أي حاجة. هنبدأ بقى طبعًا نحط البرطمان الكبير ده، بقى عندي برطمان 2 كيلو حطيته طبعًا ال2 كيلو عملوا 2 كيلو. إيه التركة التانية؟ التركة التانية بقى هاقولها لكم، هي سر التكة اللي بتبقى في البرطمانات دي، إن أنتِ تنزلي بالتين بتاعِك أو المربى بتاعتِك سخنة، لمّا تنزلي بيها سخنة التكة دي لمّا تحطيها بقى وترجعي تاني يوم تفتحيها هتلاقي التكة ديّة دي المادة الحافظة بتاعتها تقعد معاكِ بال6 شهور. شايفين بقى شكلها ولونها جميل إزاي، شايفين القطعة تحفة، بُصّي القطعة جميلة إزاي، عايزاها قطع أقل من كده زوّدي شوية الفرق فيها. ما تنسوناش بقى في لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو منكم، وشوفوا الوصفات الجديدة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.